انا عارف ان هي تحصل منك كده احسن. ايه يا ابني؟ ايه الوزن ده لسه شايلها بالعد بيوم وريحت 3 ايام وجيت. ما هو قبل العيد حاجه، وفكره انك ترجع من العيد عمرك ما هترفع اوزانك. راحه العيد كانت 4 ايام بالنسبه لك صح كده؟ صح. من الجمعه للثلاث، انت لسه بادئ تمرين النهارده. لسه النهارده اول تمرين. عمرك ما هتعرف ترجع تلعب باوزانك تاني، انت هتزقها عادي وجسمك مش هيقول لا، بس على حساب محافظتك، لان حجم عضلاتك قل، الالياف نفسها قلت وانت كنت مريح، فالعضلات بقى حصل فيها ارتخاء والاربطه والاوتار، فطبيعي جدا انك لما تيجي ترفع وزن هيبقى على حساب مفاصلك، هتحس انك مش قادر ترفعه، زائد انك انت برضو ايه، ما كنت مبوظ الاكل، ما كنتش ماشي على نظام غذائي. القصه كلها بالنسبه لك ان انت ما ينفعش تقارن نفسك النهارده باسبوع فات، وخصوصا ان كان في فتره راحه. طب انا راجع من التمرين او راجع من فتره راحه، بالنسبه لي اعمل ايه؟ هلعب يوم واحد جنرال، او لو حتى مش هلعب جنرال هلعب بنسبه 75% ماكسيموم من اوزاني. يعني لو كان الوزن بتاعي اقصى حاجه كنت برفعها في الطبيعي 120 كيلو، يبقى اقصى حاجه هرفعها بعد ما ارجع راحه مثلا 100 كيلو او 90 كيلو، يعني هنزل باحمالي 25%. وصلك كده؟ لكن ما ينفعش ارجع على نفس الاوزان بنفس العداد بنفس التكرارات وابقى عايز ما اتصابش او ما يحصلش حاجه. فكويس انها جت كده. يلا بينا.